تخيل معايا إن طالب عنده 16 سنة يموت على إيد مدرس الفيزياء بتاعه. وما تفتكرش إن الكلام ده حصل في أمريكا أو أي دولة أجنبية، الكلام ده حصل في مصر وفي محافظة الدقهلية. المدرس القاتل عمره 26 سنة وكان من أشهر مدرسين الفيزياء في المدينة. الغريب إنه كان معروف جدا بحسن الخلق. قضية بشعة وجريمة محزنة، ويلا بينا نقول لكم تفاصيل القضية. يوم 13/2/2024 يخرج المجني عليه ويتوجه لدرس الفيزياء بتاعه زي كل أسبوع، ولكن المرة دي بعد الدرس المدرس قتله، ومش بس كده، قطع جثته ل3 قطع ووزعها في أماكن مختلفة. خليني بس أقول لكم إن بعد وقوع الحادث تم العثور على قطع من الجزء السفلي للمجني عليه في شكارة وتم دفنها، وبعدها أجهزة الأمن قدرت تلاقي بقية أشلاء الجثة وبيدفنوها في جنازة تانية. بتبدأ القصة بمعرفة إن والد الطالب إيهاب أشرف معاه فلوس، وكان أستاذ محمد مدرس الفيزياء بيمر بظروف صعبة، وبعد تفكير طويل إزاي يقدر يجيب فلوس قرر إنه يحجز الطالب إيهاب أشرف في أوضة الدروس ويجهز عدة للربط ويجهز خط تليفون مجهول وظبط كل حاجة إنه يعمل من نفسه مجرم ويطلب من أهل إيهاب فدية. وفي نفس الوقت الطالب إيهاب خرج من بيته وقال لأهله إنه رايح درس الفيزياء عند أستاذ محمد، وده كان طبيعي. بس اللي مش طبيعي إن بعد الدرس وفي ميعاد رجوعه إيهاب ما يرجعش البيت. طبعا أهله بدأوا يدوروا عليه، ولكن بيجيلهم تليفون وبيكون أستاذ محمد مغير صوته وبيتكلم من الخط اللي كان مجهزه، وبيقول إن ابنه إيهاب مخطوف ومش هيسيبه يمشي إلا لما ياخد فدية. أبو إيهاب بيوافق طبعا بدون تردد على أي مبلغ. وقتها المفروض إن الجاني يفرح إن الفلوس اللي عايزها هتيجي، لكن بالعكس بدأ يتوتر ويحس بأبعاد اللي عمله ويفكر في 1000 حاجة، ووقتها الخوف بيسيطر عليه ويشل مخه تماما ويخليه يرتكب الجريمة ويقتل المجني عليه ويمثل بجثته ويقطعها ل3 أجزاء، نص سفلي وجذع وراس، ويحط أحشائه كلها في كيس بلاستيك، والجزء السفلي بيلفه بشكارة ويرميها في منطقة اسمها بحر التبين، والجزء العلوي بيرميه في مجرى مائي في منطقة 21 الأمل، وفي نفس المنطقة بيرمي الراس جوه كيس بلاستيك اسود. وبيرجع القرية وهناك بيلاقي أهل إيهاب بيدوروا عليه، بيمثل الحزن والصدمة وكمان بيدور معاهم. وفضل كل أهل القرية بيدوروا على إيهاب وعندهم أمل إنه عايش، لحد ما بيوصل بلاغ لأجهزة الأمن بيقول إنه لقوا جزء سفلي لجثة شاب صغير. الأمن وقتها استدعى أسرة المجني عليه عشان يتعرفوا على ملابسه، وللأسف بيتحول بحثهم عنه لبحثهم عن بقية أشلائه. بتصرح النيابة بدفن الجزء اللي لقوه، وكل كبير وصغير بيحضر الجنازة. ووقتها كثفت أجهزة الأمن بحثها وبدأوا بتتبع خط سير المجني عليه من أول خروجه من البيت، وتبين لهم إن آخر مكان اتشاف فيه هو بيت مدرس الفيزياء. ومن هنا بتبدأ أصابع الاتهام تدور حوالين أستاذ محمد. النيابة العامة طلعت إذن لتفتيش بيت الأستاذ محمد، وبالفعل بيحصل التفتيش وبتحصل المفاجأة، وبيلاقوا دليل واحد واضح وصريح، وهو قطعة من الخيش اللي كان الجزء السفلي ملفوف بيها. وقتها بدون تردد بيتحفظوا على المدرس القاتل اللي بدوره بيعترف بجريمته، واعترف إنه عشان يكتف إيهاب طلب منه إن يعمل معاه زي فيديو على التيك توك، وقال له إنه هيكتفه ويكتم بقه بس بهدف إن الفيديو يطلع شكله حقيقي. وبيوافق إيهاب كنوع من التسلية، وبعد استسلامه للجاني اللي هو المفروض مدرسه ومديله الأمان بيبدأ يعمل تليفون طلب الفدية، وبعدها بدقايق بيتوصل